موجز من بريس 23. أنا ديالا خلف. مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية قامت بفتح ممر إنساني لإخراج المدنيين المحتجزين داخل مدينة منبج في ريف حلب شمال سوريا. أنقرة الأنباء التي تتحدث عن قتل مدنيين سوريين من قبل حرس الحدود عمدا لا أساس لها. بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تبين في تقريرها أن أكثر من 60 مليون نازح في العالم، وسوريا في المرتبة الأولى. قوات النظام السوري على مقربة من مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة. السعودية تشارك بمناورات عسكرية في تركيا. إحباط عمليات انتحارية في طهران ومحافظات أخرى في إيران. خبرنا الأخير: أفرجت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية عن المعتقل لديها عبد الإله عوجي، عضو اللجنة المركزية لحزب اليكيتي الكردي في سوريا. للمزيد من المعلومات والأخبار يرجى زيارة موقعنا www.press23.com.